والزنا والالحاد والاشراك بيخلط بالنار مهانه عنا يعني احنا للابد. هي الفتنه نفسها. هلا صارت الطائفيه، ليش ما عملها من اول؟ هي مسخره. انه دلوقتي عم بيطلعوا على الانستغرام كثير، انه عم بيعملوا هدول الفتنه الاساس. شو رايك بالناس اللي عم تعمل طائفيه بين الشعب؟ رايي فيهم توجه لهم كلمه. والله ما بتوجه لهم كلمه انه احنا على الكاميرا هون، الكلمه بتوجه لهيك ناس ما بتنحكى على الكاميرا، بس يعني انه فيني مثلا اقول انه يعني عند الله الفتنه اشد من القتل مثلا. يعني رقبه واحد بده يتحاسب عليها ب100,000 واحد، فما بالك الفتنه بتروح آلاف ومئات. يعني هذا بده يكون حسابه عند الله، بس إذا هو نسيان أو بعد عن الله إنه في الله يعني رح يتحاسب. صح انه الفتنه اشد. لك أصعب شيء الفتنة، يعني الفتنة ما بدي أتمشخ يعني، بس بشوفها أنا بالنسبة لي الفتنة يعني بتعادل الإشراك بالله واحد. يعني هو ضرر الناس إشراك بالله واحد، والفتنة يعني كثير كبيرة أشد من القتل. يعني القتل والزنا والإلحاد والإشراك بيخلط بالنار مهانة عنا يعني احنا للأبد. هي الفتنة نفسها يعني أعظم شيء، أعظم ذنبها بعتبره أنا، وسخ كثير. وبلاها الفتنة أنا برأيي، وبلاها الطائفية بين العلوية ولا الدرزية ولا إنه أنا برأيي، أنا كرأيي كنا شعب واحد ونحن بنكمل بعض، ولا نحن فينا بدون العلوي والدرزي، ولا هن فينا بدون، نحن بنكمل بعض. وأكيد أنا ما قصدي على الفلول أو على اللي أذوا أو على اللي خبصوا أو على اللي شبحوا، لأنه يعني اللي شبح فيه يتحاسب. يعني ما احنا ما فينا نحاسب واحد لانه علوي ب100 علوي، واحد درزي ب100، لانه كمان في ابي السني يغلط. الانسان معصوم، ما قالوا الدرزي معصوم ولا قالوا العلوي ولا قالوا السني، قالوا الانسان بشكل عام معصوم. البني ادم معصوم، ان شاء الله امريكي، ان شاء الله مؤمن، ان شاء الله شو ما يكون معصوم. ما فينا نحن انه اذا كان واحد علوي غلط او اثنين او ثلاثه او نحاسب الكل، هذا الشيء غلط برايي. واهم شيء هو موضوع الفتنه الكتران بالبلد. اكيد مو مع هذا الشيء انا ما بكره حدا، لا كان علي ولا درزي ولا سني، انا بكره اللي بيأذي وبس. كلنا شعب واحد. شعب واحد اكيد. اللي بيأذي هو اللي بينكره، ان كان علوي ولا كان حمصي ولا شو ما كان، ولا كان ان شاء الله ما يكون، ان شاء الله يكون مو سوري. يعني عادي، مو في حتى اجانب يعني عملوا فتنه عنا، مو شرط نحن بس انه نقتل بعض ونقاتل بعض. اللي عم يعمل طائفيه، هلا صارت الطائفيه، ليش ما عملها من اول؟ هي مسخره. هي مسخره. كلياتنا مله وحده، لا بنعرف مسيحي ولا بنعرف علوي ودرزي، مزبوط، كلنا مله وحده. لا حتى بلا مؤاخذه، قبل ما يسقط النظام يقول لك انا شيعي، انا علوي، انا مسيحي. من امتى كنا نطلع هاي الافاده هاي؟ ما كلياتنا مله وحده. هي بلا مؤاخذه لك، انا عايش مع جاري علوي. لامتى حتى عرفت علوي؟ سقط النظام. سقط النظام عرفت انه علوي، حمل حاله طلع على ضيعته، قال لي بكره بيدقونه. قلت له مين رح يقعد؟ قول لك الزلمه قاعد وما احلاه، لا عمل طائفيه ولا عمل شيء. اللي عم يعمل طائفيه يعملها بضيعته لحاله، هذا معناته متخلف، هذا زلمه متخلف. نحن كلياتنا مله وحده. شو بتوجه لهم كلمه؟ اللي عم يعمل طائفيه يعملها لحاله ببيته، مو على الناس والعالم. حاجه مسخره، لانه ملينا من مسخره. زمن اول تحول، ولا صرنا الحمد لله سنه جديده ونظام جديد والحمد لله. يعني ما عاد في يقول لك انا وانا وانا، كلياتنا مله وحده. بايدهم هاي الشغله بالسلم مزبوط، لانه لازم يلغوا هلا ان الانستغرام، انه دلوقتي عم بيطلعوا على الانستغرام كثير، انه عم بيعملوا هدول الفتنه الاساس. انه دلوقتي مثلا يوم الجمعه كان في واحد حامل علم اسود، شفتوا نشر على الانستغرام حامل علم اسود كثير رايه بيقولوا له. اليوم في وحده كانت عم تطلع مقطع انه هذا ليش عم يعمل هيك، وهذا ما دخله، لازم بس علم سوريا تطلع. اليوم عم يطالبوا بالحريه، هذا لون خلص رايه ما دخل بالاعلام، عامل رايه الزلمه. المقاطع هن اللي عم يطلعوا على الانستغرام هن اللي عم يعملوا فتنه اكثر من العالم اللي عم تحارب بالاساس. هلا نحن شعب واحد. تمام. شو بتوجه كلمه للناس اللي عم تعمل هالفتن هي بالبلد؟ هلا هي مع الايام بتزبط اجباري، ما في شيء ما بده يزبط، بس هي الفتنه خلص. هلا انه مثل ما قلت لك مواضيع انه العالم هيك شيء عاجبه ومو عاجبه، بس كله اخر شيء حيقعد تحت النظام. انت ما عندك شي كلمه توجه لهم اياها؟ انا والله ما في. شو بتوجهي كلمه للناس اللي عم تعمل فتنه وتعمل طائفيه بالبلد؟
هلا نحن يعني سقط النظام السابق لانه ما كنا عم ناخذ راحتنا بالحكي وما كنا عم ناخذ يعني حريتنا بالتعبير، بس لما نحن صارت معنا الحريه وصرنا عم نستغلها بالشكل الأسوأ، يعني صار شو ما يطلع براسنا نحكي بطعمه او بدون طعمه، بحق او بدون حق. هذا يعني نحن بنكون هيك عم نروح الشيء اللي كنا عم نسعى من شانه. بالنهاية بلدنا بدها تعمر بجهود شعبها. يعني أي حدا بيعمل شيء سيء بيكون يعني مسؤول هو عن نفسه بهذا الشيء، ما ينطبق على كل الملة اللي هو عم يدافع عنها. يعني الفتنة والطائفية هدول شغلات عم تنكد علينا الفرح يلي صار نحن بعد السقوط وبعد التحرير. ويعني بالنهاية بلدنا سوريا بلد الطوائف، بلد الأديان المختلفة، لازم يكون في يعني تقبل للشخص الآخر، تقبل لديانة الشخص الآخر، نتعامل مع الأشخاص الآخرين مو على أساس عنصري أو أساس ديني أو أساس عرقي، نتعامل معهم على أنهم إنسان بالنهاية. ويعني إن شاء الله بنتأمل من الدولة أنه يعني تحاول قدر المستطاع تعمل كنترول على هذا الأمر، ويعني ان شاء الله بهمة شعبنا الواعي الفهيم ان شاء الله بتوصل لهي النتائج. عندك مشكله بعد الحلقه عنا؟ لا اكيد. شكرا للطفك. لا، شكرا لك. تكرم عيون. عندك مشكله بعد الحلقه عنا؟ تفضل يا عم. عندك مشكله بعد الحلقه عنا؟ لا والله يسلمك. عندك مشكله بعد الحلقه عنا؟ لا اكيد لا.